مرحبا شباب وبنات. مثل ما انتم شايفين بالعنوان، عنوان الحلقة رح يحكي على البنات المرتبطات في السوشيال ميديا او بالاحرى مواقع التواصل الاجتماعي. عم بحكي على البنات يلي عندهم private profiles، يعني بروفايلات خاصة بالانستغرام او الفيسبوك، عندها فيهم رفقاتها او عائلتها بتحط صورها كرمالهم. لا 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 لا، عم بحكي على البنات يلي عندهم بآلاف الفولورز واللي فاقعين أكثر من 7000 صورة بالنهار. صورها هي وحبيبها في جميع الأوقات في جميع الأماكن، صور بالبيت، بالأوتيل، بالمطاعم، بالسفريات، بالسيارة، وين ما راحوا اخدين صورهم وحاطينهم على الانترنت، خصوصا البنات وحاطين الصور وكابشنز haters gonna hate، الله رزقني رجال من ذهب، الله يبعد الحسد عنا، وانا بحبه للموت، والاف العالم عم تتطلع وعم تشوف الصور والفيديوز تبعولكن. لما عم بفهم انا هلا الريليشن شيب بينك انت وحبيبك بتخصكن اثنيناتكن او بتخصكن انتو والفولورز كمان؟ شو رح تستفيد البشرية اذا حطيتي حياتك الشخصية للعالم؟ وين الخصوصيات تبع الكابل؟ وين الخصوصيات تبع الحبيب والحبيبة؟ يعني كل شي لازم تنشروه؟ يعني ما عندك خصوصيات مع جوزك او مع حبيبك او ما بعرف مين ضروري تفرجينا؟ يعني شو رح تعملي؟ ما عملتي شي حبيبة قلبي. الشي اللي عم بتسويه ملايين العالم مجوزة وعندها حبايب. كأنه الارتباط مع واحد تاني انجاز للبشرية، كأنكم هلا خلص لقيتوا الانتيدوت تبع السرطان او تبع الايدز، الله يحفظنا ويحفظكم، او ما بعرف انا عملتوا ثورة ثقافية علمية للتاريخ البشري. ما عادي. يعني بالعربي المشبرح انت هلا بدك تفرجينا يعني تطلعوا فيني ورح يحسدوني البنات مجوزة وانا سعيدة وعم تنبشي على تغذية الانا تبعك، feeding the ego تبعك. ما لازم تعرفي شغلة، اغلبية العالم مش فرقانة معهم، تجوزي طلقي هيدا شي بخصك يا بنت الحلال. ليش هيدي الموضة عيب؟ وين الشرف؟ وين الكرامة؟ وين احترام الخصوصية الزوجية او تبع الحبيب والحبيبة؟ وين هالاشياء كلها؟ كلكن تقليد اعمى. العالم اخترعت الانترنت لنشر المعلومات وللتواصل بين العالم كله ونجمع العالم بمواضيع هادفة ومهمة. انتو عملتوه كرمال تنشروا حياتكم الشخصية، بعدين هون بل بيبكوا قالوا لي بالكومنتس، قالوا لي عنه زوجي منخاره كبير راسه هالقد وما بعرف شو. بعدين بتفوت بحروب لا نهائية مع عالم ما بتعرفيهم وبتحكي معهم وبتسبيهم وبتنزلي فيهم وهن بينزلوا فيك وبينشروا صورك وحروب حروب وهمية ما إلها طعمة. بيني وبينك يا بنت الحلال، انت اللي عندك بآلاف الفولورز هلا وبتحطي صورك الشخصية مع حبيبك كل شي على الانترنت، نفترض مثلا ما مش الحال معك، نحن ما بدنا هالشي لإلك، بس نفترض اختلفت الطرق وخلص ما بقى في نصيب، شو رح تسوي؟ رح تمحي كل الصور والفيديوز وبس يجي شاب تاني وتتعرفي تفوتي بعلاقة مرة تانية رح تحطي كمان من اول وجديد صور وفيديوز جداد وتعملي سيريز سيزن 1 سيزن 2 سيزن 3؟ منكم رح يقول لي لا وهيدا ما خصك انت. هو انا ما خصني اذا كان البروفايل تبعها برايفت، على عيني وراسي، بس اذا كان البروفايل بابليك معناتها بابليك للجميع، الكل فيه يحكي، الكل فيه يعبر، لانه بتحط public product او public content للعالم كله. هلا في منكم رح يقول لي محمود انت متناقض، لانه الفيديو اللي قبل حكيت عن الحريات الشخصية وما لازم نتدخل بحياة الواحد وهيدا شيء شخصي. اكيد ما لازم نتدخل بحياة الواحد، بس اذا كانت الشغلة اللي عم بيسويها شخصية. هول البنات اللي عم بحكي عنهم البروفايلز تبعهم منن برايفت، لو كانوا برايفت على عيني وراسي مثل ما قلت، بس البروفايلز بابليك. لما بيكون البروفايل بابليك معنات العالم كله فيه يشوفه، معنات صاحبة الحساب بيهم رأيك وبيهم اللايكات تبعك وبيهم الكومنتس تبعك. مشان هيك باخد هيدي الدعوة كرمال اعبر عن رأيي تجاه هيدا الموضوع. المهم هيدا هو رأيي بالنسبة للبنات المرتبطين اللي بيحطوا حياتهم الشخصية بالانترنت، ما في خصوصيات. والسلام عليكم ورحمة الله.